الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. تعالوا مع بعض نبدأ فيديو جديد النهاردة. أنا بعتذر على نزول الفيديوهات الفترة اللي فاتت بس لظروف صحية عندي. خلاص وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا مع بعض النهاردة نبدأ فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد كده، يا رب يعجبكم من رضاكم. هتعملي ايه النهارده يا ام منى؟ هعمل كيكة اليوستفندي. شايفين بالبرتقانية ديت هنعمل بيها أحلى صينية كيكة النهاردة. أنا عندي استفندي فصراحة قلت إيه هستفاد منه، وبما إنه هو موجود واليومين دول الموسم بتاعه فبيبقى حلو بيبقى حلو جدا في الكيكات. خلاص هنشوف مع بعض كده هنعمله ازاي. هناخد معايا، انا خدت 3 برتقانات همت او 3 استفنديات قشرتهم، وجيت كده من النص قسمتهم علشان اتخلص من اي بذر بيكون فيهم. ومعانا هنا قشر واحده بس من اللي هي الاستفندي. خلاص بتحاولي تتخلصي من القشره البيضه اللي فيها، خلاص تحت الحنفيه عادي، وبتاخديه عشان ما يكونش ممرر معاكي. اهم حاجه تكسبي البرتقانيه من النص كده وتحاولي تتخلصي من اي بذر فيها. تمام كده. يبقى معايا 3 ليمونات او 3 استفنديات، معايا كوبايه لبن اهي، معايا كوبايه من كوبايه لكوبايه وربع سكر، ومعانا زيت برضو، انا بحب اعمل الكيكات بالزيت. خلاص ومعايا لو في بيضه واحده عادي، بس انا البيضه اللي عندي بلدي فصغير فخدت منه 2 عدد بيضه، عادي ممكن تعملها ببيضه واحده. ومعايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، معايا 4 كوبايات من الدقيق بالكوبايه اللي انا معيره بيها السكر. يعني كوبايه السكر دي انا معيره بيها الدقيق وهعير بيها اللبن وعير بيها الزيت، وكل حاجه عيرها بنفس الكوبايه المعياريه اللي انا معيره بيها. تمام لحد كده. يبقى المكونات بتاعتنا معانا دقيق، سكر، لبن، معايا زيت، ومعايا 2 عدد بيضه. اول حاجه هنعملها في الكيكه بتاعتنا هي كيكه سهله، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا 2 ظرف فانيليا اهوت. اي حاجه كيك شيف البيكنج باودر برضو كويس جدا جدا، المتاح عندك اعملي منه. اول حاجه في الكيكه انا هعملها، انا اول حاجه شغلت الفرن بتاعي. تمام، لازم قبل ما تشتغلي في مكونات الكيكه بتحاولي تشتغلي فين؟ في اللهم صل وسلم تكوني مولعه الفرن. بعد كده هناخد البرتقال اللي معايا اللي انا مقشراه ومفصصاه ده ومتخلصه من البذر اللي فيه، وقشر الاستفنديه دي اول حاجه هاخدهم هضربهم الاول في الخلاط، وبعد كده هوريكم هناخد منهم ايه. تمام كده. بقى هنا بعد ما عصرت البرتقال كده علق في الخلاط وكده صفيته اهو، ده التفل بتاعه اهو طلع. انت ممكن عادي تحطيه بس انا بصراحه ما بحبوش، فانا كده اتخلصت منه. وده اللي هو طلع منه هو المركز. بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون بتاعه تحفه يا بنات. يبقى اول حاجه عملتها عصرت البرتقال كده وصفيته علشان هاخد اللي هو العصير بتاعه اعجن بيه الكيكه. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هاخد كوبايه العصير دي، طبعا انا عيرتها زي الكوبايه زي كوبايه اللبن بالظبط، هانزل عليها اول حاجه بكوبايه اللبن اهي، شايفين؟ يبقى كوبايه عصير البرتقال ونزلنا عليها بكوبايه اللبن. هناخد عليها كوبايه الا ربع من الزيت اهو، في نفس الكوبايه عادي خالص. معايا كوبايه الا ربع من الزيت اهي، ده كله اهو. تمام، يبقى كوبايه عصير الاستفندي، ومعايا كوبايه لبن، كوبايه الا ربع من الزيت، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، ومعايا كوبايه من السكر اهي. عايزه تحطي كوبايه سكر عادي، لو بتحبيها خفيفه عادي، لو بتحبيها مسكره حطي كمان شويه. انا هحط بس حوالي ربع كوبايه كمان، يبقى انا حطيت هنا كوبايه وربع. خلاص يبقى كوبايه وربع سكر، وهنزل ب2 عدد بيضه اهي. بسم الله، 2 عدد بيضه. دي كل المكونات السائله، وهنزل ب2 ظرف فانيليا اهي. خلاص اول حاجه بدات بيها هي المكونات السائله زي ما انتم شايفين، وهناخد معلقه الخل. تمام، يبقى
ادي معايا كل المكونات السائله بتاعتي. معايا حوالي معلقه خل اهو، خل العادي خالص ده بتاع محسن جيل برضو. خلاص، وهاخد الكلام ده كله برضو وهضربها في الخلاط ونرجع مع بعض تاني. بعد ما ضربنا الخليط كله اهوت كده ولونه عاد فاتح اهو زي ما انتم شايفين لونه. ضربته كويس لحد ما وصل، يعني اضربي لحد حوالي 5 دقايق كده في الخلاط ولحد ما يوصل معاك للقوام الفاتح اللي انت شايفاه معايا دوت. وبعد كده تعالوا معانا المكونات الجافه اللي معايا 4 كوبايات دقيق طبعا اللي احنا عاملينهم، ومعايا ذره ملح اللي هي بتاعت كل الكيكات، حاجه كده بين صوابعك خالص عادي تحطيها. ومعانا الكيك شيف او البيكنج باودر او المحسن اللي انت بتحبي تحطيه. يبقى 4 كوبايات من الدقيق، عليهم ذره ملح بتاعت كل الكيكات، وعليهم كيس من اللي هو كيك شيف حوالي معلقه كبيره. خلاص، همسك الكلام ده كله اقلبه كده مع بعضه. بسم الله بسم الله اهو، خلطيه كده كويس مع بعضه. وبعد كده هانزل عليه بالمكونات السائله اللي احنا ضاربينها في الخلاط. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده ولا احسن من كده. كيكه سهله جدا جدا جدا، بسيطه جدا. فرحي بيها ولادك، فرحي بيها كل حبايبك. اي حاجه تنفع فطار تنفع عشاء. بصوا، وحاولي بقى ايه، هنقلب الكلام ده كله كده في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين. بسم الله اهو، شايفين ريحه الاستفندي فيها؟ بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه كده بسم الله ما شاء الله اهو. قلب كله كده في اتجاه واحد لحد ما الدقيق بتاعنا يختفي كده. تمام اهو. لو حاسه ان القوام بتاعها تقيل عادي ممكن تخففيها كمان بلبن لو عندك. مفيش عندك عادي، انا هضيف لها برده ميه لان حاسه القوام بتاعها تقيل. بسم الله، ثانيه واحده بس نجيب ميه معانا اهو. عادي في نفس الكوبايه اللي احنا عاملين بيها مكان اللبن عادي نضيف شويه ميه كده. بسم الله، وهنخف بيها الكيكه بتاعتنا. خلاص، اهو القوام ده هو كويس بس انا حاساه تقيل سنه، فهزود كمان شويه ميه. يعني الكوبايه خدت منها حوالي اكتر من النص شويه اهو. حطيت كمان حوالي معلقتين من الميه لحد ما احس ان القوام بتاع الكيكه لازم يكون بالطريقه اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بينزل ازاي زي الكريمه كده اهو. ولا اسهل من كده ولا احسن من كده. حابه تسويها ساده عادي، حابه تضيفي لها شوكولاته او كاكاو خام عادي برضو. انا بصراحه كده حبيت اعملها للولاد نصها ساده من تحت ونصها عليه نحط له معلقتين من الكاكاو عادي خالص. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا الصينيه بتاعتي مدهون اهي زي ما انتم شايفين، دهناها سمنه ومبطناها بالدقيق عادي خالص اهي. ده صينيه وسط عندي، شوفي الصينيه اللي انت حابه تحطي فيها عادي خالص اهي. خلاص، وهنزل بالقوام بتاع الكيكه بتاعي اهي. بسم الله، شايفين؟ خدوا بالكم كده من القوام بتاعها وهو بينزل اهو. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي اهو. انا هاخد نص الكيكه كده تحت وهاخد منها شويه همت عشان هضيف لهم معلقتين كاكاو اهو. خلاص، ثانيه واحده هناخد معلقتين من الكاكاو كده. بسم الله ما شاء الله، معايا كاكاو خام اسباني بدون اي اضافات. خلاص، نشيل دي بس شويه وهناخد بقيه الكيك اللي معانا هضيف له معلقتين كاكاو. بسم الله اهو اهو. خلاص، معلقتين كده ونقلب الكلام ده كله اهو. طبعا هو هيشد معانا شويه، لو عايز برضو سنه ميه هنحط له. خلاص، لو حسيت القوام بتاعه تقيل بس هو كده هيبقى ايه حلو. بس انا بحب دايما عجينه الكيكه تبقى خفيفه. خلاص اهو، ضيف لها بس معلقتين من الميه همت عشان تبقى خفيفه معانا اهو.
وبعد كده هننزل بقية الخليط دوت على الصينية اللي معانا عادي. اهو دي بقى الصينية بتاعتنا، وهننزل ببقية المكونات اللي احنا عملناها اهي. بسم الله ما شاء الله اهي عادي. انزل بس بالسيوباتولا كده اللي معانا، كل المكونات وكل الخليط اللي معايا ده اهو. خلاص اهو. ثانية واحدة نجيب خلة ستين عليها بجميع الخليط اللي معانا اهو. خبط الصينية كده خبطتين، وبأي خلة سنان عندك بسم الله اهو. ومشي كده اللي هو اللون البني ده على اللون اللي هو الأبيض زي كيكة التايجر كده يا بنات، بس بتبقى تحفة تحفة كده وجميلة جدا اهو. خلاص هنخبطها كده خبطتين اهو سامعين. وبعد كده الفرن بتاعنا سخنه هندخلها، وبعد ما تطلع من الفرن هنشوف شكلها بيكون ازاي. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. دعوه منكم لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب يرحم شهدائهم ويكون معاهم وعون وسند ليهم يا رب، اللهم امين. هاخد الصينيه دي الفرن ادخلها، وبعد ما تستوي اوريكم شكلها بيكون ازاي. بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الله اكبر، قولوا الله اكبر كده في سركم وسموا بسم الله. تعالوا شوفوا العظمه دي كده، دي كده لسه اهي. شايفين السكينه بتطلع نظيفه ازاي؟ ده معناها ان هي استوت. شايفين؟ تغزي كده سكينه او خله شيش تاووك او اي حاجه عشان نختبر بيها الكيكه كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ اعتبريها ببيضه واحده واعتبريها بحبيتين من اليوستفندي، عملنا احلى صينيه كيكه. هتمشي معاكي فطار، هتمشي معاكي عشاء، هتقدميها مع كوبايه لبن للولاد الصبح او بالليل زي ما انت حابه اعمليها. مع كوبايه الشاي تفطري بيها برضو بتوفر عليكي كتير. وهنعمل مع بعض اكلات اقتصاديه على قد ما نقدر بسبب الظروف اللي احنا فيها ديت. وهنسيب صينيه الكيكه الحلوه الجميله دي كده تهدى شويه، وبعد كده هقطع منها قطعتين. انا عايزه اعملها وهي سخنه، بس ما بحبش اقطع الكيكه سخنه عشان ما تفرولش مننا وتبقى شكلها مش كويس ومش لطيف. هسيبها بس تهدى حوالي 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هنقطعها مع بعض ونشوف شكلها بيكون ازاي. اللي ما شافش الفيديو من الاول حابه يا حبايبي تشوفوه كده وتجربوها على الطريقه ديت وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ولو عجبتك يا ست الكل تحط احلى تعليق لما منى، وتحط احلى لايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له اشعار بكل فيديو انا بنزله الفتره اللي جايه. دعواتكم ليا كده، ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا يا رب، وربنا ينجح ولادنا كده اللهم امين. اللي عنده شهاده اعداديه ربنا يا رب يكون معاهم وعون وسند ليهم وما يضيع تعبهم ابدا اللهم امين. هنقطع الكيكه كده ونشوفها مع بعض شكلها بيكون ازاي. هنقطعها كده مع بعض بسم الله. شايفين؟ بس هي لسه برضو فيها ريحه سخونيه، بس برضو هنحاول اقطعها معاكم كده عشان نشوفها في الفيديو. بسم الله الله اكبر. شايفين العظمه الحلوه دي؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله اهو. قطعيها على حسب ما انت عايزه. تمام. بسم الله. هشه وطريه يا بنات، تحفه تحفه كده. بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه كده خرافه. نطلع كده مع بعض قطعه كده ونشوفها. بسم الله بسم الله. لسه سخنه، ثانيه واحده بس عشان ما تتهريش معانا. بقى نشيل قطعه مع بعض كده. بسم الله بسم الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بس السخنه شايفين؟ شفتوا السخونيه بتاعتها طالعه؟ بسم الله. طلع قطعه كمان. شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي؟ شايفين الهشاشه والطراوه بتاعتها اهي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهي. شايفين؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه والطعامه دي؟ حاجه كده تحفه. بسم الله ما شاء الله اهي. طلع كمان قطعه مع بعض اهي.
شايفين شكلها حاجه كده عظمه اهي. قولوا لي كده ايه رايكم اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه رايكم في العظمه الحلوه الجميله اللي احنا عاملينها النهارده ديت اهي؟ قولوا لي كده حاجه، بصوا حاجه تحفه تحفه من الاخر اهي. اهي شايفين، بصوا يا بنات اهي، شفتوا شكلها حاجه كده بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تجدبيها بقى مع كوبايه شاي كده، مع كوبايه شاي معتبره. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب كده تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه من الفيديو. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. بحبكم في الله، وشايفين الحلوه والعظمه اللي احنا عاملينها دي عاملينها ازاي. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. ولو عجبك الفيديو يا ست الكل تحط احلى لايك لام منى. ايه رايكم؟ بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس. دمتم في حياتي نعمه. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه، وسلام عليكم.